ازيكم عاملين ايه؟ النهارده احنا جايين نجاوب على سؤال: هل الذكاء الاصطناعي هيقعدنا في بيتنا؟ كثرة الاقاويل في الحته دي، الناس كتير اتكلمت في الموضوع. ايه ده ايه ده ايه ده بتعملي ايه هنا؟ المهم الاجابه المختصره الاجابه المفصله هتحتاج نرجع ورا شويه لبدايه الخليقه مثلا. منذ بدايه الخليقه والى يومنا هذا والبني ادم بيحاول يقلل التكلفه ويزود العائد مع الحفاظ على حد معين من الجوده المناسب سواء لطبقتك الاجتماعيه او ليك بشكل عام. وبتبان الفكره لما تبدا بيزنس، بتروح تنقي موظفين ببلاش وترفض تدفع للناس الشاطره عشان هم غاليين يعني وكده. فهات حماده طياره وهيعمل نفس الشغلانه وبفلوس اقل. طب تخيل بقى لو جه حماده لحماده ده وهيعملها ببلاش. فهمت؟ لسه بدل لي حماده التاني كده بروبوت. هتفهم الفكره ايه. انت يا صديقي غالبا بتحب شغلك، بيديك مكانه في المجتمع، والاهم بيديك اجابه على سؤال الناس المفضل: انت بتعمل ايه بقى؟ يمكن برضو بيديك هدف في الحياه، ولو ولا حاجه من دول ففي الاغلب بيديك فلوس. بس تخيل لو عندك اختيار من اتنين: واحد، تصحى كل يوم وتروح شغلك من اجل الاموال العادي يعني، او اتنين، ما تشتغلش في حياتك تاني وخد فلوس. تختار ايه؟ ده السؤال اللي العالم بيواجهه النهارده، لان اتمته الاقتصاد جايه وده خبر حصري لو حضرتك ما تعرف. الروبوتات والاتمته جايه. تعالوا نقف لحظات كده عند اتمته الاقتصاد. النموذج الاقتصادي المبسط: في ناس زي حالاتي كده، سميهم مثلا الناس العاديه، في البيزنسز اللي بيملكها ناس زيك، ومعانا طرف ثالث في المعادله وهو القطاع العام او الدوله. الناس العاديه بيوفروا عماله للبيزنس مقابل قدر محدد من الاموال، واللي بنرجع ندفعها للبيزنسز دي عشان نجيب المنتجات والخدمات اللي محتاجينها، والكل بيدفع ضرائب. تعال بقى الاتمته. اول حاجه هتحصل محتاجين نعدلها في النموذج ده، نشطب العلاقه بين الناس والبيزنس، لان البيزنس عملتها هتبقى روبوت، وفي الحاله دي ما عملتش حاجه غلط، بس مع ذلك مش هيكون عندي وظيفه منتظمه حتى وانا متعلم تعليم كويس ومكون من 3 حروف. بس الفكره ان احنا مش هنعرف ننافس الروبوتات الجايه، والفكره ان انا كده كمان مش هكون عاطل، والحته دي هتكون بالظبط زي ما كل الناس مثلا مش ممثلين، كل الناس مش شغالين. بما ان انا ما عنديش دخل، انا مش هقدر ادفع ضرايب، بس الاسوأ اني مش هعرف اصرف فلوس، وبالتالي اللي هيحصل هو انهيار للنظام كله. وطبعا احنا مش عايزين ده، لان في وجود ناس بتعمل فلوس وناس بتصرف فلوس، ده اساس دايره الكاش. لازم اشتري فلوس واصلح واجيب واودي مواصلات وبنزين، والفلوس تمشي واشتغل واجيب فلوس واصرفها وهكذا. باظت؟ لا لسه. الطريقه الاقرب عشان نصلح الدايره دي هي الدخل الاساسي الشامل او يونيفرسال بيزك انكم UPI، وده ببساطه فلوس الدوله هتدفعها عشان تغطي احتياجاتك الاساسيه. ولا دي مش شيوعيه؟ تعال نسال نفسنا سؤال مهم قوي: هي الدوله هتجيب فلوس منين عشان تدفع لكل مواطن الدخل الشهري بتاعه؟ في النظام الشيوعي الجواب هيكون ان الدوله معاها كل الانتاج، وبالتالي معاها كل الفلوس، وبالتالي هي هتديك الفلوس. بس في اقتصاد آلي رأس مالي لا، مش كده. اي حد يقدر يبدا ويمتلك بيزنس، والدوله هتاخد حصه ضرايب. من وجهه نظر ممكن تحس ان الناس المستفيده في النظام ده هي الناس، لانهم هياخدوا فلوس ببلاش. بس برضه لا، الفلوس دي مش ببلاش. الحقيقه ان ده بديل للمرتبات ايام ما كان عندنا وظايف وكده، فهي مش ميزه. امال مين اللي مستفيد؟ الاجابه هي البيزنسز، لانهم مش هيضطروا يدفعوا مرتبات لموظفين تاني. وملحوظه كده على جنب: اكبر مصاريف اي شركه بتصرفها غالبا بتكون الناس. دلوقتي هو يوفر الفلوس دي كلها، وده الدافع الحقيقي اللي بيخلي العالم يتحرك للسكه دي. الانتقال التدريجي ده في سكه الاتمته سواء في النظام القديم او الحالي هينتج عنه حاجتين: اولا تراكم في الكاش، لان الشركات هيبقى عندها فلوس زياده، ونمو فجوه في الدخل، لانه بيتم توزيع فلوس اكتر على عدد اقل من الموظفين. طيب الحل ايه؟ كاقتصاد آلي راس مالي هيكون في ضريبه اعلى على ارباح الشركات، واللي بدورها هتمشي عجله الكاش في النظام كله. الخبر الكويس هو اننا لو لعبنا اللعبه دي صح، كل الاطراف هتطلع كسبان. المساهمين في الشركات هياخدوا ارباح اكتر، والناس هتعيش على دخل اساسي بيزيد بالتدريج. وده منطقي لان النظام كله بيزداد كفاءه، وعندنا عماله آلية بتشتغل بتكلفه الكهرباء. بدل ما يبقى عندنا عبيد بيشتغلوا 40 ساعه في الاسبوع، هيبقى عندنا روبوتات بتشتغل 168 ساعه في الاسبوع، ما بيتعبوش، ما بيحتاجوش فسح، ما بيعملوش اخطاء. تقدر تعيش في مكان حلو متصمم ومبني بالروبوت، وتشتري المنتجات اللي بتحبها اللي معموله بالروبوت. كل ده هنقدر نعمله بدخلنا الاساسي، واللي بيزيد بزياده قيمه الناتج المحلي الاجمالي. يعني الانتاج الاقتصادي بيزيد، دخلك الاساسي بيزيد، وحياتك بتتحسن. المهم دلوقتي احنا عرفنا رايحين فين، بس احنا محتاجين نلاقي الطريق. الانتقال ده مش هيحصل بين يوم وليله، لكن بالتدريج على مدار سنين، وبالفعل احنا فيه. يعني الفيديو ده متاخر على الاقل 10 سنين. الثوره الصناعيه كان لها سلبياتها، وناس كتير خسرت شغلها بسبب المكن البدائي، ولازم دلوقتي نحاول نتجنب نفس الموقف. عشان كده هنحتاج نحط الاليات الصحيحه عشان الانتقال يكون سلس. واحد من الاليات دي ممكن يكون استخدام مؤشرات الاتمته. دي فكره لسه مجرد نظريه، بس الاتمته دي هتشتغل ازاي؟ مؤشرات الاتمته هتقيس مستوى الاتمته اللي وصلت له منظومه معينه في وقت معين، والاتمته هنا احنا بنقصد بيها الروبوتات والذكاء الاصطناعي. مؤشرات الاتمته دي هيكون في منها 2: مؤشر اتمته الشركات PAI، ومؤشر اتمته وطني NAI. PAI بيحدد فيه هي قد ايه شركه معينه وصلت للاتمته، وبيستخدم له حساب الضرائب اللي هم هيدفعوها. على سبيل المثال شركه BPAI 1 وصلت لاتمته كامله، يبقى هتقع في اعلى شريحه ضريبيه من الضرائب. طيب شركه تانية BPAI
نص، وصلت لنص امكانياتها بس في الاتمته، هتقع في شريحه ضريبه متوسطه من الضرايب. طيب ازاي هنحسب او نحدد البي اي اي لشركه معينه؟ ده قصه لوقت تاني. كل اللي اقدر اقوله لك ان كل اللي انت محتاجه عشان تحسب البي اي اي هي البيانات الماليه للشركه النهارده. طيب ايه هو بقى مؤشر الاتمته الوطني ان اي اي؟ ببساطه هنجيب متوسط كل البي اي ايز لشركات دوله معينه عشان نحدد ونشوف اتمته الاقتصاد الوطني ككل، وده هيستخدم لتعديل الدخل الاساسي الشامل على اساس سنوي. يعني كل ما الرقم ده هيزيد ال NAI الدخل الاساسي الفردي ليا انا هيزيد. وباستخدام اليات زي دي الدول ممكن تدفع دخل اساسي ابتداء من النهارده. هيبدا من رقم صغير، لان حتى الاقتصادات الاكثر تقدما لسه متمسكه بالهيكل القديم، لكن حتى لو $50 هنكون حطينا اول حجر اساسي لانتقالنا. ومجرد ما الاليات تكون في مكانها الدول كلها هتتسابق عشان توصل من هنا لهناك.